عمرك حسيت إن المراية مش بس انعكاسك، إن في عالم تاني ورا الإزاز مستني اللحظة اللي يدخل منها لحياتك؟ القصة دي عن بنت اسمها ندى، بتحب الحاجات القديمة وتشتريها من أسواق الخردة. في يوم وهي ماشية في سوق الجمعة، عينها وقعت على مراية قديمة. الإطار بتاعها خشب منقوش بإتقان، لكن كان فيه خدوش غريبة كأن حد نقشها بإبرة. الراجل اللي كان بيبيع المراية عينه كانت غريبة وكأنه مستعجل يخلص منها. لما ندى سألت على السعر قال: خديها ببلاش، المهم تروحي بيها دلوقتي. استغربت بس أخدتها. وفي أول ليلة وهي قاعدة قدام المراية بتسرح شعرها، لمحت حاجة بتعدي من وراها، حاجة بتتحرك. لما لفت الأوضة فاضية، لكن لما بصت في المراية تاني شافت نسخة منها واقفة قصادها، بس ملامحها مش طبيعية، ابتسامتها واسعة وعينيها سودة بالكامل. ندى افتكرت إنها بيتهيأ لها، لكن الليالي بعدها بقت أسوأ بكتير من اللي حصل في الليلة دي. كانت تصحى بالليل وتلاقي المراية مش في مكانها، مرة لقيتها جنب السرير ومرة لقيتها في المطبخ، وكأنها المراية بتتحرك لوحدها. وفي ليلة كان مطر شديد جدا، الكهرباء قطعت. ندى مسكت شمعة وقربت من المراية، وفجأة سمعت صوت همس جاي من ناحية المراية. قربت أكتر، الصوت كان بينادي باسمها. قلبها وقع في رجليها بس ما قدرتش تتحرك من مكانها. وفجأة شافت النسخة اللي جوه المراية بتتحرك لوحدها. مدت ايدها من جوه الإزاز، ايد باردة وملزقة، مسكت ندى من دراعها، حاولت تصرخ لكن صوتها ما طلعش بره الأوضة. والعالم حواليها بقى ضباب عبارة عن سواد في سواد، والبرودة دخلت في عظمها. آخر حاجة شافوها أهلها في الأوضة كانت المراية على الأرض، وجواها ملامح ندى وهي بتختفي. المراية دي لحد النهاردة محدش عارف راحت فين، لكن الناس بتقول لو شفتها في أي سوق أو أي بيت قديم وسمعت همس بينادي اسمك، اوعى تبص في المراية واهرب على طول.